بصوا يا جماعة، لو سمحتوا اتجمعوا معايا. معلش لو سمحتوا اتجمعوا معايا. لو سمحتم بس اتجمعوا معايا ثانية واحدة. انا بصوا مش هظهر في الفيديو ده، وانتوا عارفين اصلا انا هبة علي، واللي عايز يدخل يشوف صفحتي هيشوف فيديوهات ليا وهيشوف صورتي. بس انا النهاردة نويت اعبر، نويت اعبر عن اللي جوايا، بحاجة انا بحبها، بحاجة انا بحبها. دلوقتي عايزاكم، طالبه منكم تخشوا على الصفحه بتاعتي وتشوفوا الفيديوهات بتاعتي كلها وتشيروها. وعايزه اقول لكم ان انا دلوقتي يعني ما تستغربوش من طريقه تفكيري او طريقه التعبير بتاعتي. انا طبعا انا قلت في الفيديوهات بتاعتي ان انا لقيطه ومليش ام واب، وان انا اتحرمت من ابويا وامي، وقلت كمان ان انا مريضه وعندي مرض اضطراب ثنائي القطب، والمرض ده مرض نفسي ومرض عقلي. واللي عايز يشوفه يخش على الصفحة بتاعتي، يخش على الصفحة بتاعتي. مرض ثنائي القطب دوت يا جماعة ده مرض عقلي ومرض مزمن. طبعا الدولة اللي احنا عايشين فيها بتعتبر ان اي مريض نفسي او اي مريض عقلي ان هو مجنون. وانا عايزة اقول لكم انا اتأذيت كتير جدا جدا من المعايرة بالمرض النفسي والتنمر. انا ام لثلاث اطفال، وواخده ام مثاليه 3 مرات، واخده ام مثاليه 3 مرات. مره من التلفزيون عندنا في اسكندريه، ومره من الاداره التعليميه، ومره من مدرسه ابني. ابني واخد 13 شهاده تقدير. خلاصه الكلام اللي انا عايزه اقول لكم ان انا المعايره بالمرض النفسي او المرض العقلي ده حرام، حرام. ربنا سبحانه وتعالى ادى السكر والضغط والسرطان وادى كل الامراض. عايزه اقول لكم لما تلاقوا اي مريض نفسي او اي مريض عقلي انتوا تقفوا جنبه. الناس لازم يبقى عندها توعيه، الناس لازم يبقى عندها وعي، الناس لازم تحس ببعضها. يعني يا جماعه دلوقتي مين فينا مش عيان؟ مين فينا مش عيان؟ انا طبعا عايزه اقول لكم بسبب المعايره وبسبب ان انا يعني اتصدمت كتير، وان واحده في يوم من الايام هنتني ووقفت تزعق وتطبل وتقول مجنونه اهي، ومواقف تانية كتير. فانا حسيت بضيق نفسي وانتحرت كذا مره، انتحرت كذا مره. يعني مره اخدت 40 غرزه، مره تانية اخدت برشام. كل ده بسبب التنمر وبسبب المعايره بالمرض العقلي. وده حرام، ده عند ربنا حرام، ده عند ربنا حرام. هل يا ترى انت تقدر تقول لمريض السرطان، تقدر تقول له يا مريض السرطان، تقدر تجرحه؟ ليه بتجرح المريض العقلي والنفسي؟ ليه الدولة، ليه الدولة، ليه الناس المحترمة ما بتعترفش بالإنجازات اللي أنا عملتها؟ أيوة أنا مريضة، أنا مش هقول لكم أنا مش مريضة، بس أنا ربيت وعلمت وكبرت، وابني من أوائل الطلبة واخد 13 شهادة تقدير، وأنا أم مثالية. يعني مفروض إن الدولة تكرمني، مفروض ان الناس كلها تشجعني. دلوقتي الناس اللي هي مريضة وتعبانة بتسيب عيالها وبتمشي، لكن انا ربيت وعلمت. عايزة اقول لكم حاجة بقى. انا في اغنية معلش انا اسفة لقطع الفيديو. في اغنية لاحمد سعد انا بحبها جدا، وعايزاكم، انا مش هتكلم، بس الاغنية دي بتتكلم عن كل اللي جوايا، اللي هي اغنية بتعاير على ذنب انا ما عملتوش. انا بتعاير على حاجتين، على حاجتين اتنين. انا نفسي اعرف انا ايه ذنبي فيهم. اول ذنب ان انا اتربيت لقيطه ومن غير اب ومن غير ام. طيب انا اخترت ان ابويا وامي ما يكونوش معايا، ولا ربنا كاتب لي كده؟ ادي اول معايره، واول حاجه انا تعبانه منها نفسيا. تاني حاجه انا بتعاير لاني مريضه بمرض نفسي وبمرض عقلي. ماشي. والتنمر دوت ممكن يخليني ان انا افقد الوعي وارتكب جناية. وارجو من حضراتكم ان انتوا تخشوا على الصفحة بتاعتي،
انا منزله فيديوهات بتشرح المرض بتاعي، انا منزله فيديوهات بتشرح المرض بتاعي. ولو سمحتم شيروا الفيديو دوت عشان تبقى مصر كلها تبقى عندها توعية، ومصر كلها تفهم ان احنا كلنا واحد، ان انا وانت وكلنا واحد، كل المرضى وكل الناس، كل الامراض واحد، السكر زي الضغط زي القلب زي المرض العقلي زي ده. وطالبه منكم طلبات كمان، لو انتم يعني بتعتبروني اختكم، طالبه منكم حضراتكم ان انتوا تتكلموا وتقولوا ان المرض العقلي دوت يستحق ان الدوله تقف معاه. ليه؟ لان الجرائم دلوقتي كترت قوي في المجتمع. اخ بيقتل اخوه، ام بتقتل عيالها، اب بيغتصب ابنه، زادت العقل بقى يعمل حاجات بتفقد. فلو هما ما اهتموش بالمرض العقلي الجريمه هتزيد. وطالبه كمان منكم ان انتوا توصلوا صوتي، لو حد فيكم يعني صوته واصل عني شوية، توصلوا صوتي لشيوخ الأزهر والإعلاميين والصحفيين والناس دي. حرام عليهم لما يطلعوا في شهر رمضان الشهر المفترج ان هم يطلعوا يقولوا تبرعوا لمريض السرطان فقط لا غير. انا قلت ان مريض السرطان ممكن يعيش او يموت، ممكن ربنا يكتب له الشفاء، وممكن ربنا دي حاجة بتاعت ربنا. اما المريض العقلي والنفسي في نوبة واحدة من نوبة ان حد يعايره، او نوبة ان هو يفقد الوعي، او نوبة ان هو يجيله نوبة صرع، او اي نوبة بتخليه يعمل بلاوي. ممكن ام تقتل عيالها وتبقى دمرت أسرة كاملة. ممكن أب يقتل عياله ويبقى دمر أسرة كاملة. ممكن راجل كبير يغتصب وما يحسش وتبقى بلاوي تانية بتحصل. يبقى إيه؟ لو الناس مستعرية إن أنا مريضة نفسيا أو عقليا، أنا بطلب من ربنا قدامكم إن أنا تعبت إن يديني مرض السرطان، يمكن ألاقي الحب والعطف في قلوب الناس والرحمة. بصوا بقى، ما تضحكوش عليا، عشان انا عايزه اقول لكم حاجه. انا بقعد اسمع الاغنيه دي وبعيط كتير، فاسمعوها وشوفوا كل احساسي في الاغنيه ديت. انا بشكر يعني اللي عملها المغني احمد سعد، لانه فعلا هو وصف فيها كل حاجه. انا بقعد وبشكر ربنا وبقول حسبي الله ونعم الوكيل، وبعيط على الاغنيه دي. جيت الدنيا وانا مكسورة عيني، وبقول يا ارضك شقي احسن وبلعيني. ما لقيتش حضن يسعني ارمي همومي فيه، من يومي كاره دنيتي وكاره سنين. عايش في الحياة بتهان اسما بس انا انسان، ومهما اتدارى واتغطى عيوني كانت بتعرقيني، وبتعين على ذنبي اللي ما عملتوش، بتعين على اسمي اللي ما اخترتوش، بتعين على ذنبي اللي ما عملتوش، بتعين على اسمي اللي ما اخترتوش. وبتهان ياما واتوجع وبتقطع وبتقطع من اللي بيسوق وما يسوقش، بتعين وبتسوى على جنبين، بتعين ومش عارف انا اطلع مين، بتعين وبتسوى على الجنبين، بتعين
ومش عارف انا اطلع مين، محدش عمره فرحني، كلام الناس بيذبحني وعيونهم بقت سكاكين. قبل ما اعلم رجلي تخطي كنت بعلم راسي توطي، واخد بدل الكاف اتنين وارضى بذلي وبمرمطتي. كل الناس شايفيني بعينهم اني اقل واصغر منهم، عايش طول الوقت ما بينهم متضايق. بصوا يا جماعه، ما تستغربوش ان انا عملت كده. انا بس يعني عايزه اوصل لكم ان انا تعبت، تعبت في مجتمع جاهل، تعبت مع ناس ما بترحمش، تعبت لأبعد الحدود. تقريبا كده انا حاسه ان الناس رست ربنا تقريبا. يعني عايزه اقول لكم حاسه ان مفيش رحمه، ان احنا بقينا في غابه. يعني انا قدامك اهو، اعمل ايه؟ يعني انا اعمل ايه؟ خلقت انا المرض العقلي ده من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. وكانوا واحده ست تقول له اني اتكشف. يعني قال لها اصبري على المرض ولا تدخلي الجنه. قالت له اصبر، وانا صبرت. ليه اتهان؟ ليه اتعاير بالمرض النفسي او العقلي؟ ليه؟ ماشي، ليه؟ دي اول حاجه. تاني حاجه، انا ست. يعني المرض ده ما جاليش كده فجأة. المرض ده جالي عشان انا اتربيت في دار ايتام لقيطة ماليش ام واب. يعني انا كبني ادمة استحمل ايه ولا ايه؟ يعني قولولي كده، انا كبني ادمة استحمل ايه ولا ايه؟ استحمل ان انا اتولدت ما اعرفليش اهل ولا عيلة؟ انتوا استحمل ان انا اتولدت ماليش اهل ولا عيلة؟ ولا استحمل ان ربنا عطاني مرض عقلي زي مرض اضطراب ثنائي القطب؟ لو سمحتم شيروا فيديوهاتي، خشوا على الصفحة بتاعتي، هتعرفوا عني كل حاجة. انا بتكلم مع الناس لاني بحس ان الناس شبهي، بحس ان الناس يعني بتحس. وانا النهاردة اتعمدت ان انا ما اعملش الفيديو بوشي، مش عشان انا خايفة، لا، عشان انا يعني تعبت وحالتي النفسية تعبانة. تخيلوا ان انا بقالي دلوقتي تقريبا زيادة عن اسبوع ولا 6 ايام 5 ايام انا ولا باكل ولا بشرب، وقاعدة كده يعني منعزلة، مش شايفة الناس ولا شايفة حد. كانت صورتي نازلة من قمة كام يوم كده على السوشيال ميديا وانا في نوبة اضطراب ثنائي القطب، مرمية على الارض وعلى الشارع، وولادي الاتنين مغمى عليا. وفقت لقيت نفسي محطوطة في اسم سيدي جابر. بيقولوا لي لما فقت، قلت لهم انا جيت هنا ليه؟ قالوا لي احنا خايفين عليكي، والظباط عاملتني احسن معاملة. مين قال لكم ان انا مش صعبان عليا نفسي؟ مين؟ ما انا صعبان عليا نفسي وبقعد اعيط وبقعد يعني. نوبات المرض النفسي والعقلي دي شديدة 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 شديدة، ربنا ما يكتبها على حد. اوعوا تفتكروا ان المرض النفسي ان شوية حزن ولا الكلام ده، لا لا لا. يعني ممكن بالعلاج لو مرض اكتئاب، لكن الامراض العقلية بتبقى صعبة. ليه بتبقى صعبة؟ لانها بتبقى تغير في كمية المخ، بتبقى غصب عنك تلاقي نفسك قاعد كده وكمية المخ تلخبط لك كل حياتك في ثانية، ما تخلكش عارف انت بتعمل ايه ولا بتتصرف ازاي ولا هتعمل ايه. فانا مش عارفة. وعلاجي تكاليفه غالية جدا جدا جدا، لولا ان ربنا مسخر لي رجل اعمال بيصرف عليا ويدخلني مستشفيات خاصة هو وعيلته، كنت زماني دلوقتي مرمية في الشارع زي الناس اللي تزعلوش مني، انا اسفة يعني في اللفظ، زي الناس اللي مرمية بيبقى الدبان مرمي عليها وكده، وتبقاش هي عارفة هي مين. لكن رجل الاعمال ده انا بشكره قدام مصر كلها، وبقول له ربنا يخليك ويبارك فيك، وربنا يديك الصحة وطولة العمر ان انت نجدتني وبتصرف عليا. بس ساعات بحس ان انا خلاص نهايتي قربت،
نهايتي قربت، حاسة ان انا ممكن افقد الوعي، اقتل نفسي واقتل عيالي من الظلم اللي انا شايفاه في حياتي، من الظلم. مين هيجيب لي حقي وانا ماليش ظهر وسند؟ هو ربنا هو اللي بيجيب الحق، بس ساعات في الدنيا برضك بتبقى محتاج حد يطبطب عليك، حد يقولك انا معاك، حد يقولك انا جنبك، حد يساندك وما بتقع ويغمى عليك. تصوروا انا لما بتعب ولادي هي اللي بتشيلني، ولادي هي اللي بتقعد تفوقني، وولادي دول مش كبار قوي يعني للدرجة، مش كبار قوي للدرجة. قولولي انا اعمل ايه، قولولي انا اعمل ايه. خلاص انا بدأت ايأس من الحياة، انا مش عارفة انا بعمل ايه ولا عارفة انا بتصرف ازاي. اسبوع وانا قافلة على نفسي، اسبوع وانا قافلة، ولا باكل ولا بشرب ولا بشوف حد، ومش عارفة انا بعمل ايه، ولا التصرفات اللي بعملها ليه. انا ممكن دلوقتي تلاقيني بتكلم كويس، بعد شوية ببقى حد انا معرفوش، ببقى حد انا معرفوش. انا عيانة قوي وتعبانة قوي، ومش عايزة اتقل اكتر من كده على رجل الاعمال اللي شايلني، الراجل الطيب، الراجل المحترم، يعني الراجل اللي انا بعتبره كل حياتي. بس انا يعني خلاص تعبانة انا دلوقتي. هل الدولة هتوديني مستشفى؟ مفيش الا مستشفى معفنة مش ممكن اروحها ولا ممكن ادخل فيها. لو هموت مستشفى المعمورة، ارمي نفسي من بلكونة ولا اني اخشها. اروح فين؟ مين هيطلعني من النوبة اللي انا فيها؟ انا شوية تلاقيني حلوة وشوية تلاقيني تعبانة، شوية تلاقيني مش عارفة ايه. ما بقتش عارفة نفسي انا ايه، ما بقتش عارفة نفسي، ولا عارفة اتكلم ولا عارفة اي حاجة. ارجوكم شيروا فيديوهاتي، ارجوكم ما تسيبونيش. ولو جيت في يوم من الايام، عشان انا حاسة ان انا ممكن في يوم من الايام اموت نفسي واموت عيالي. ما انتوا ما يرضكمش، انا واحدة ماليش اب ولا ام، والدنيا غابة عليا وانا اهو كده، وامي وابويا ما اعرفهمش فين، ولقيطة وبمد ايدي للناس عشان تساعدني. ينفع انا اموت واسيب ولادي في الدنيا اللي عاملة زي الغابة دي؟ ما ينفعش. ده انا بحبهم قوي، بحبهم لأبعد الحدود، بحبهم، ما اقدرش اسيبهم في الغابة دي لوحديهم. انا كم مرة انتحرت، اللي قال لي يا مجنونة، واللي قال لي، واللي عايرني، طلعوني عن الوعي كتير. كنت دايما بأذي نفسي، كنت الوعي كنت بفقده. ايدي خدت 40 غرزة، مرة 80 برشامة، مرة تانية مش عارفة ايه، مرة تانية كنت دايما بأذي نفسي وتعبت. المرة دي بقى انا حاسة ان انا ممكن افارق الحياة، بس مش لوحدي. انا عمري ما هفارقها لوحدي واسيب ولادي في الغابة دي. وبعدين الدولة بتاعتي دي دولة يعني ما بترحمش شوية. اكني الامراض النفسية والعقلية دي امراض حسالة، ملهاش اي لازمة، ملهاش اي سعر، ملهاش اي تمن، اكنهم بني ادمين ملهمش اي. طب انا واحدة لقيطة يعني ما عنديش ام واب، مين هيساعدني؟ وكمان ما فيش مستشفى. انا دلوقتي عيانة، مين هيقف جنبي؟ انا لو اقول لكم انا بعمل ايه، ولا انا دلوقتي ايه حالتي، انتوا يعني مش هتصدقوا، انا ايه. الرحمة شوية، لاني خلاص انا وصلت لمرحلة صعبة جدا. اتمنى من كل دكاترة المخ والاعصاب، يا جماعة ساعدوني. ده كشف الدكتور 400 جنيه و500 جنيه. عايزة حد يساعدني، عايزة حد يطلعني من اللي انا فيه. عايزة اخف، عايزة افوق، عايزة اخف. مش قادرة كل يوم والتاني في نوبة مرض. مش قادرة. تعبت من المرض النفسي، تعبت. ادوني مرض السرطان وارتاح واموت، لكن شيلوا مني المرض النفسي والعقلي. انا تعبت.
ارجوكم ساعدوني.